مساء الورد عليكم، يلا مع بعض كده نعمل وصفة التوفير. معايا كده نص كيلو طماطم معفنة بايظة، أي حاجة. الطماطم المعفنة هتبقى كنز عندك في البيت. مسكتهم في الخلاط بكوبايتين مية، نص كيلو، ضربتهم حلو. نقي الطماطم البايظة اللي عندك ما ترميهاش، اعملي بيها الوصفة دي. ضربتهم بكوبايتين مية وصفيتهم حلو قوي قوي قوي. نزلت عليهم بنص كوباية دقيق وقعدت أقلب كده لحد ما دوب الدقيق. ممكن دقيق أو نشا، خلاص لحد كده الوصفة معايا تمام. كنت مخليه نص كوبايه كده على جنب من عصير الطماطم البايظه دي، وحطيت عليها معلقتين صودا قشور من معالق الشاي، او معلقه كبيره من معالق الاكل زي ما انتي حابه بقى. خلاص ودوبتهم كده، واخلي بالي ابعد شويه عشان الابخره اللي بتطلع منها مضره. هسيبها تبرد خالص وتهدى. على ما تهدى وركنتها على جنب، نزلت ب3 معالق سكر، ودول حاجة مهمة جدا وضروريين للوصفة بتاعتنا. ودوبت كل ما باحط حاجة بدوب. يعني التقليب في المراحل بتاعتنا مهم جدا. بعد كده نزلت بمعلقة ملح صغيرة، وما نزودش الملح عشان ما يبص مننا. كان خلاص الصودا كده بردت عندي، نزلت بيها بقى. لازم تكون برد، قلبي قلبي هتتحول معاكي لمادة جيلاتينية، ده التكسبون. تكسبون اللي هو أصل المواد الخام بتاعة صناعة الصابون. احنا عملناه بالطماطم عشان قوة الطماطم في التنظيف بتاعة الألمونيا، في السيراميك، في التلميع، في أي حاجة. الطماطم خطيرة جدا، لما بنغلي حاجة وفيها طماطم بتخلي الحاجة فيها زي الفل. خلاص قلبتهم كده، ونزلت بنص كوبايه مسحوق عشان اخد اللون. لو عندك بقى لون احمر زودي لون احمر، انا ما كانش عندي لون احمر فحطيت المسحوق اللي عندي نص كوبايه من اي نوع مسحوق عندك. كمان حطيت نص كوبايه على نص كوبايه ميه، او كوبايه ميه اي مسحوق بودره. المسحوق البودره بتاع الغسالات العاديه او الاوتوماتيك بيخلي الغسيل والمواعين زي الفل. ونزلت بيها على الخليط وادوب. ما نزودش عن نص كوبايه، لان في انواع مساحيق بيبقى فيها نسبه ملح كتير هيفصل منك. خلاص قلبت بقى، زودي ميه لحد ما انت عايزه. وصلي القوام والسمك اللي انت عايزاه. هحط كمان ليمونتين 3 كده للتنعيم والتنظيف والتلميع. الليمون برضو حلو قوي، وكل حاجتنا حاجات طبيعيه اهي. هزود ميه مع التقليب المستمر. خلاص اقلب اقلب تقليب مستمر. عندك هاند بلندر، عندك مضرب، معلقه خشب، كله شغال معاكي. اهم حاجه نستخدم حاجه بلاستيك واحنا بنعمل الصابون. جبت لون بقى اخضر، عندي الوان بودره خضراء، حطيت نص معلقه صغيره ممسوحه كده. او تحطي شويه بشويه، تدوبيهم في ميه وتنزلي بيهم لحد ما توصلي للون اللي انت عايزاه. شوفوا اللون اتحول للون اخضر، ولونه جميل جدا زي البريل بالظبط اللي بيتجاب. بالعكس تنظيفه كمان قوي. بس انا عشان الامانه، المساحيق اللي بتتعمل بالبوتاص ما تستخدمهاش على طول. يعني اركنيها مثلا اسبوع وابدأي استخدميها. قبل ما مسحوقك يخلص بتكوني عامله مسحوق تاني. خلاص هتعتمدي بقى الخطوه دي عندك وتعملي بيها المسحوق كل مره. مش هتستجيبي صابون سائل، هتاخدي من المسحوق ده كوبايه وتزودي بيها الطماطم اللي عندك. اشوفكم على خير بقى في وصفه جديده، احتفظوا بيها وما تنسوش الوصفه، وتعملوا لايك وشير واشتراك في القناه لو عجبكم.